حالة إمام عاشور لاعب الفريق مستقرة وفي تحسن مستمر، ويتم متابعة التحاليل من وقت لآخر بالإضافة إلى إجراء تحاليل جديدة في بداية الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن كبير، خاصة أن اللاعب ملتزم بالبرنامج العلاجي وملتزم بالبرنامج الغذائي، مشيرا أنه بمجرد اكتمال شفاء اللاعب سيبدأ مرحلة التأهيل والتجهيز البدني للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق. وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي ينتظر موافقة الكابتن محمود الخطيب للإعلان عن أسماء مروجي الأكاذيب والشائعات حول النادي الأهلي. اختتم منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة نظيره المنتخب المغربي وديا في اللقاء المقرر إقامته اليوم الخميس في تمام 8 مساء بتوقيت القاهرة، والمباراة مذاعة عبر قناة اون سبورت. الأهلي يعلن قيد حمزة علاء في يناير المقبل مع الفريق بعد فشل قيد اللاعب في البرتغال. استمرار عادل مصطفى مدرب مساعد والجهاز الطبي ووليد صلاح الدين في التشكيل الجديد للمدرب الجديد للنادي الأهلي. تم عرض على الكابتن عماد النحاس تعيينه مساعد للمدير الفني الأجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لكن الكابتن محمود حاطط تقدير خاص للنحاس، بس هو اعتذر عن توليه هذا المنصب لأن النحاس حابب يخوض تجربة تدريبه كمدير فني وهو عنده عروض بالفعل. لم تحدث تفاوض مع أحمد عبد القادر حتى الآن، ولا تكلم اللاعب في أرقام للتجديد، واللاعب ميال للتجديد مع الأهلي. الحديث عن صدور قرار نهائي في قضية زيزو غير صحيح حتى الآن، وأن اللجنة لم تصدر أي أحكام رسمية تخص شكوى اللاعب أو شكوى نادي الزمالك. انتخابات النادي الأهلي تقترب من التزكية بعد أنباء مؤكدة عن تنازل الكل باستثناء مرشح على منصب العضوية فقط. حضر سيد عبد الحفيظ أول اجتماع له ضمن لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمود الخطيب مساء الأمس لمناقشة ملفات جديدة. حرص هاني ابو ريدة على تسهيل اجراءات سفر محمد عبد المنعم لقطر واستقباله في مستشفى سبيطار لاستكمال علاجه بناء على طلب اللاعب. ما تردد حول طلب الاهلي انهاء اعاره الساعي في يناير المقبل غير صحيح، مشددا الى ان النادي الاحمر لم يطلب عوده عمر الساعي حتى الان. حددت لجنه شكاوي اللاعبين في اتحاد الكره موعد لجلسه استماع الزمالك للرد على شكوى احمد زيد زيزو لاعب الاهلي، من المقرر عقد الجلسه يوم الثلاث 14 اكتوبر الجاري. عماد النحاس اذا لم يستمر مع الفريق الاول سيكون له ادوار وسيعرض عليه اكثر من دور في الاهلي، وقد يستمر مع الفريق الاول من الاساس او الفريق الناشئين. ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.